ده بالضبط نفس طعم صوص الجبنة اللي بيتقدم في المطاعم مع الفرايد تشيكن، طعمه خطير وهنعمله في البيت بأسهل طريقة. استخدمت كوباية من الحليب كامل الدسم وضفت عليها مكعب من الزبدة وابتديت ان انا ارفعهم على النار لغاية ما سخن. بعد كده ضفت عليهم كوباية من الجبنة التشيدر الحمراء، والسر في طعم الجبنة اللي في الجار اللي بنجيبه من مطاعم الفرايد تشيكن بتكون معلقة من طعم الجبنة. بنبتدي اننا نضيفها، وطبعا اذا هتضيفوها ما بنضيفش بعدها ملح لان هي بتكون فيها الملح بتاعها، ولو مش هتضيفوها بتضيفي ربع معلقة من الملح. بعد كده ضفت معاهم ربع معلقه صغيره من البابريكا المدخنه، لو حابين اللون يكون اورنج اكتر بتضيفوا اكتر من ربع معلقه، بتضيفوا تقريبا نص معلقه. وهنا ضفت معلقه من النشا وضفت عليها حوالي ربع كوبايه من الحليب. ابتديت ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا، وبعد ما اتاكدت ان النشا دابت تماما ابتديت ان انا اضيفه على الميكس بتاع الحليب والجبنه، وابتديت ان انا ارفعه على النار مره كمان. وهنا لو حابين اللون يكون اصفر نفس اللون بتاع الجار اللي بنجيبه من مطاعم الفرايد تشيكن، بتقدروا تضيفوا عليه ربع معلقه صغيره من لون طعام. وشوفوا قد ايه القوام كريمي وكان طعمه خطير. وطبعا بتقدروا تستخدموه مع الفرايد تشيكن والفرايز ومع اطعمه كتير قوي. اتمنى انكم تجربوه، قولوا لي في